حلقتنا سريعا في الوقت اللي احنا دايما بنتكلم فيه، اللي احنا نحترم الرموز، اللي احنا الرموز لازم نحافظ عليها، ما ينفعش نجرح فيها، وخصوصا لما نتكلم على رئيس النادي الاهلي الباشمهندس محمود طاهر، من الشخصيات المحترمه جدا اللي بتقود سفينه النادي الاهلي في صمت. طلع علينا النهارده تاني الاخ ابو صوت عالي وبيهاجمه. مش معنى ان انت عامل مشاكل مع جماهيرك وكل ما تعمل مشكله مع جماهيرك تبتدي تهاجم في كيان كبير، لان انت النهارده لما تهاجم رئيس النادي الاهلي يبقى انت بتهاجم الكيان الكبير بجماهيره وبلاعيبته وبادارته بكل حاجه. في حاجه غريبه جدا، انا مش قادر اصدق ومش قادر اتخيل كل ظهور بشتيمه هنا وتعصب هناك، وحاجه بقت صعبه جدا. طب خلينا نتكلم في الموضوع اكتر. لما نيجي نتكلم عن جماهير، نتكلم عن جماهير كبيره بحجم النادي الاهلي، نتكلم عن جماهير كبيره بحجم نادي الزمالك، بنتكلم عن جماهير كبيره بحجم نادي الاتحاد، عن محله، عن الاسماعيلي، الانديه الكبيره دي. ما بنشوفش الجماهير دي كلها بتهاجم رؤساء انديتها ليه؟ حضرتك اللي بتعادي جماهيرك، حضرتك اللي سجنت جماهيرك، حضرتك اللي مش عايز جماهيرك تبقى في المدرج. فدي مشكلتك. مش كل ما يحصل مشكله تبتدي تهاجم رئيس النادي الاهلي الباشمهندس محمود طاهر، اللي انت لازم تدخله في جمله مفيده. وانا احترم في الباشمهندس محمود طاهر، وده مش نفاق ولا رياء لاي حد، انا بتكلم اللي انا شايفه وناس كتير في مصر شايفاه. شايفه اللي الراجل عامل علاقه محترمه مع جماهيره، عامل علاقه محترمه مع لاعيبته، عامل علاقه محترمه مع مجلس الاداره. ما شفناش الراجل بيغلط في اي حد. يعني انا امتى هنحترم الرموز؟ امتى هيبقى في حاله من الهدوء؟ لما تتكلم اتكلم عن ناديك، اتكلم عن جماهيرك. مش عايزين نخلق حاله من التعصب، وده اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا دايما بنتكلم عليه. بنحاول اللي احنا نغير السلوكيات. حتى لو انت كبير، في بعض الناس لسانها غلاط، اللي مش قادر يتحكم في لسانه ما يظهرش على التلفزيون، ما ينفعش. وبعدين انا برضو الحاجه الصعبه جدا واللي بكررها تاني، ما هي النهارده انت بتعادي جماهيرك. مفيش حد في الدنيا عاقل يعادي جماهير كبيره بحجم جماهير نادي الزمالك. هتقول لي هم 3 4، ما انت بتغلط في الناس بشكل كبير جدا، وبتبتدي تعمل مداخلات، تبتدي تهاجم في رئيس النادي الاهلي في الوقت اللي مجلس اداره النادي الاهلي بيدرس ازاي يبقى فيه قعدات محترمه. انا ليه بقول كلامي ده كله؟ عشان لازم في حاجه اسمها تحترم الرموز. رئيس النادي الاهلي ده رمز، رئيس نادي الزمالك ده رمز، رئيس الاسماعيلي ده رمز. لازم النماذج المحترمه دي لازم نتعلم منها حاجات كتير جدا. وما هتسيب ايه بقى الانديه المتعصبه والجماهير المتعصبه. وكمان في بعض الناس بتزايد، بتقول اللي احنا في قناه النادي الاهلي بنساند الجماهير عمال على بطال. لا، احنا ما بنعرفش ننافق، ما بنعرفش الصبح يعني نهاجم الجماهير وبالليل نسلم عليهم وناخدهم في حضننا. احنا ما بنعرفش نعمل كده. احنا بنعرف نعمل الغلط حتى لو من جماهير النادي الاهلي، نقول ده غلط، نقول ونقوم فيهم ونقول نحط ايدينا على الغلط ونصلحه. لكن النهارده هجوم كل ما تطلع على شاشه التلفزيون تهاجم رئيس النادي الاهلي، دي حاجه صعبه جدا. للمره المليون، لو مش قادر حضرتك تتحكم في نفسك لما بتعمل مداخلات او تبقى موجود على اي شاشه من الشاشات المحترمه، ما تعملش مداخلات. ده اللي انا افهمه. يعني في ناس كتير ما بتحبش تتكلم وتبعد